بالنسبه لزياش فكيف قلنا زياش قبل يتمنى ما يمشي لغانا، فكان مشى لفرنسا، جلس معاه وجلس مع لاجون ديالو وتفاهموا على جميع التفاصيل. من فرنسا هبط لهولندا لامستردام، قادوا الامور ديالهم. من امستردام هود لكازا، ومن كازا دار ليسكال في كازا ومشى لاكرا، دوز الماتش ديالو، جا هنا للمغرب. من المطار مشى لمجلس النواب، من مجلس النواب في البارح خذا الطياره ومشى لفرنسا وقضى الغرض وسينا مع زياش. واضحه. زياش نورمالمون سينا معاه يتمنى غدا يكاليفيوه، بعد غدا يلعب، ما عندوش اشكال. الا كان جاهز بدنيا فيمكن ليه يلعب، الا كان ماتش بعد غدا يلعب بعد غدا، ما كاينش مشكل. نورمالمون اول مقابله اللي غادي تكون في البطوله غتكون ماتش ديال الديربي، اللي لحسن الحظ ان غيكون ماتش كبير بجمهور كبير، فزياش غادي يكون حاضر. غتبقى هذيك الساعه واش يلعب واش ما يلعبش، داك الشيء ديال المدرب والبدني. نشوفوا زياش، لان زياش كان كيتريني وكان كيوجد انه حتى هو الطموح ديالو انه يلعب ويرجع الفورمه باش يكون ان شاء الله في كوب دافريك. لما لا الا رجع المستوى ديالو. نورمالمون زياش غيكون حاضر في الديربي، وديك الساعه غنشوفوا واش المدرب يلعب ولا ما يلعبوش، غتبقى هذيك الساعه ديال المدرب. ولكن زياش كاين حاضر، غيكون ان شاء الله في الديربي حاضر. اول ظهور ديالو غيكون مع الوداد في الديربي. ومن بعد في الفتره ديال الانتقالات في الميركاتو الشتوي غيتكاليفا في المنافسات ديال الكاف باش يكون حاضر ويدعم الصفوف ديال فريق الوداد البيضاوي في الكاف ان شاء الله. وهذه صفقه مهمه جدا، لان دابا العالم كله كيهضر على زياش، كلشي كان كينتظر زياش. ففينالمون يتمنى كان واعد شحال هادي بان زياش يلعب في الوداد. كان بزاف ديال الاتصالات معاه قبل في الميركاتو الشتوي ديال العام اللي فات، كانوا هضروا معاه كان كيتسناه هوايا، لانه كان هذيك الساعه مشى لقطر. من بعد كانوا باغيين يجيبوه في كوب دي موند، ولكن تعطرات المفاوضات. الان زياش فالحمد لله هو سينا يرجع يلعب. خبره كبيره ديال زياش، والاسم ديالو خلات الصحافه العالميه كلشي كيهضر على زياش. فابريسيو رومانو دار الخبر حتى هو تداول من بعد رونالدو اللي العالم كله ربطوا بفريق الوداد البيضاوي. وكانت واحد الباس واعر على الصعيد ديال الصحافه العالميه في ماركه تقول لك راه حق الوداد بغاو يجيبوا رونالدو، فكانت مهمه جدا للسمعه ديال الوداد وديال المغرب. فالان عاوتاني الوداد كيرتبط الاسم ديالو بواحد من اللاعبين الكبار، زياش، حكيم زياش، اللي كانوا كيهضروا على ها هو في جينوا، ها هو في سيفي، ها هو في بنفيكا، ها هو. مي فينالمون زياش قنعوا يتمنى باش يجي للوداد. نتمنى ان شاء الله ان زياش يرجع للنيفو ديالو ونرجع للمستوى الكبير ديالو، ان زياش كيبقى واحد من اللاعبين الكبار في التاريخ ديال الكره المغربيه. ونتمنوا ليه حظ سعيد ان شاء الله، يرجع الفورمه ورجع العسريه ديالو تخدم مزيان. ولما لا الا كان في التوب نيفو ان شاء الله يعاوننا. جايه البطوله العربيه، جايه كوب دافريك، فزياش كيبقى لاعب كبير.